بقى قلتي للواد لما حد يضربه في المدرسه يجري يقول للمس؟ لا يا حبيبتي انا مش بعمل كده، انا بقول لابني اللي يضربك اضربه. يعني ايه يقول للمس؟ يقول للمس ولا يقول للكابتن؟ لا لا، ياخد حقه بايده. انا مش عايزه اطلع ابني يضحك عليه. الحقيقه ان الموقفين اللي اتذكروا دول الاتنين غلط. لا بقول لابني اللي ضربك اضربه واحوله لغابه ما بيحترمش فيها القانون او مصدر السلطه، او يبقى الحل الوحيد انه ياخد حقه وانه يستخدم ايده. ولا بقول لابني اللي يضربك روح قول للمس او قول للكابتن او قول لتيتا اللي هو مصدر السلطه فقط، وبالغ فيه الاكشن الداخلي اللي يحسسه انه مش مقهور. امال الصح ان احنا نعمل ايه؟ نعمل الاثنين، اخلي الطفل ياخد موقفين مش موقف واحد. رقم واحد، لازم الطفل ياخد موقف داخلي، يزعق، يكشر، يقول للي بيضربه ده انا مش هسمح لك تضربني، ايدك لنفسك، انا مش هسمح لك تمد ايدك عليا تاني، انا مش هقبل الاسلوب ده. اي طريقه من شانها انه ياخد اكشن داخلي لوقف الاذى، ثم يلجأ لمصدر السلطه اللي هي ماما في البيت او الماس في المدرسه او الكابتن في النادي. يلجأ لمصدر السلطه اللي يشتكي له، وبالتالي الطفل خد حقه بايده وفي نفس الوقت احترم القانون او الوسط الاجتماعي اللي هو فيه. بالطريقه دي بعمل شخصيه متزنه، لا هي حاسه انها مقهوره ولا هي بتستخدم ايديها باستمرار لاخذ حقها او التعدي على الناس وفقا لوجهه نظره.